السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة مع أحمد إيهاب. في البداية كده أتمنى من حضرتك اللايك والشير والاشتراك في القناة لو أنت على اليوتيوب، ولايك للفيديو وشير للفيديو ولايك للبيج لو أنت على الفيسبوك. عايزين نوصل شوية كده، نزود عدد اللايكات ده بعد إذن حضرتك، ورأيك في التعليقات، ويلا بينا. امبارح اتفرجت على فيديو الكابتن محمد فضل اللي هو بيتكلم فيه عن النادي الأهلي وانسحاب الزمالك وغيره يعني. هو مبدئيا الزمالك انسحب خلاص رسميا، فتمام اوكي. بيراميدز هيسافر النهارده الامارات، وهيقود اول تدريب ليه النهارده بالليل بالتوفيق ان شاء الله. بس في الحته الفنيه اعتقد الماتش كده زاد صعوبه. الميزه الوحيده اللي الاهلي استفادها من الموضوع ده كله ان انت هتلعب، الجماهير كلها هتبقى بتاعتك. هي دي النقطه الوحيده الاستفاده، ان الجماهير كلها هتبقى بتاعتك، ولكن انت هتواجه بيراميدز. يعني ايه؟ يعني المدير الفني بدل ما هو كان عمال يذاكر بقاله 3 ايام بيذاكر الزمالك وازاي هيواجه الزمالك ويقفل على الزمالك وغيره، دلوقتي لا، كل ده بالسلامه. انت دلوقتي هتلاعب مين؟ بيراميدز، اللي هو الاقوى اصلا فنيا من النادي الاهلي، اللي هو بالنسبه للسكواد بتاعه انا اعتقد ان هو ممكن يكون زي الاهلي او احسن من الاهلي بشويه. عنده لعيبه كتير دوليين، عنده في كل مركز لاعب متالق، يعني محمد الشيبي في الباك اليمين، قصدي في الباك اليمين، ومحمد حمدي في الباك الشمال، واحمد الشناوي كويس. عندهم غاب اسامه جلال، ده هيأثر. احمد سامي حلو، علي جبر، الاثنين دوليين. خط الوسط فخر لقاء اللي اسمه توريه اللي هو رقم 7. ويعني في لعيبه، ودونجا بتاع الاسماعيلي، في لعيبه كتير حلوه، وده غير ان قدام بقى حدث ولا حرج. ولكن من وجهه نظري اقوى فردتين غابوا في بيراميدز هو عبد الله السعيد واسامه جلال في الدفاع. يعني احنا شفنا الماتش اللي فات اخطاء دفاعيه بالجمله من دفاع بيراميدز. وقدام تحس ان في عبد الله السعيد هو اللي كان عارف يلمهم، وعارف ازاي يجيبوا جوان. دلوقتي تحس ان الدنيا فكه شويه، ولكن ده ما يمنعش ان بيراميدز اقوى جدا بكتير قوي من الزمالك. يعني التحضير المفروض يكون مختلف. آه والاهلي المفروض يتدرب على ركلات الجزاء، لان باتشيكو بيقفل الماتش بطريقه، وما اعتقدش انه يفتح الملعب مع الاهلي، لان هو لسه جاي من جنوب افريقيا، ويعني يا دوبك وصل مصر امبارح وهيسافر النهارده الامارات، فده حمل بدني رهيب جدا على اللعيبه. فانا اعتقد ان هو هيقفل الماتش زي عوايده، ويمكن اكتر من يعني اكتر من عوايده. فاتمنى الاهلي يلعب على ركلات الجزاء، قصدي يتدرب على ركلات الجزاء، ونحاول نخلص الماتش في الملعب علشان نخلص. وخصوصا انت تبقى معاك 30,000 مشجع في الامارات ان شاء الله. لا اللهم الا مثلا ممكن 3000 يكونوا روحوا زملكاويه فيشجعوا بيراميدز على حساب النادي الاهلي. كل توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الماتش، وربنا يكرمنا بالصور باذن الله. ده كان حالات سريعه على الحوار اللي حصل او الماتش يعني باذن الله. محمد فضل بقى كان التصريحات وقال لك انه الزمالك خد القرار الصح بالانسحاب، والقرار صح. ماشي. قال لك ان كهربا ازاي لاعب يبقى عمل عقوبه في يناير ويقعد 4 شهور ما يتوقفش. تمام. قال لك كنت المفروض يعني ان الاهلي يبقى يعني كان يوقف اللاعب ويعاقبه، والكلام من هذا القبيل. والله يا كابتن محمد، وانت معاك كابتن مدحت شلبي، يعني ما لفتش انتباهكم مثلا، او ما حدش في الاعداد اللي بره قال لك سبب تاخير عقوبه ايه؟ ما فكرتش تسال مثلا سبب تاخير عقوبه ايه؟ مش محاباه للاهلي والله يا جماعه، والله العظيم مش محاباه للاهلي. سبب تاخير عقوبه من يناير اصلا، اما اتعمل لجنه الانضباط وبدات تدرس الموضوع خلاص تاخد قرارات. مرتضى منصور بدا ياخد فيها، حتى لو كانت القرارات ضد الزمالك. حلو، كانت اتعمل عليها استئناف، وكانت هتاخد السكه القانونيه، كان زمان العقوبه بتاعت مثلا من شهر ونص. لا، ده هو بعد الشهر على طول مرتضى هاجم لجنه الانضباط، فقدمت استقالتها، وحصل بقى ايه خيال شويه من اتحاد الكوره، لا احنا رفضنا الاستقاله، هم يصروا على الاستقاله. يعني السبب اصلا من التاخير ده كله كان هو مرتضى منصور، هو السبب ان اتاخرت حتى الان. هو سبب يعني طيب لجنه الانضباط القديمه استقالت ليه؟ لا بسبب بسببكم انتوا، بسبب مرتضى منصور. هو اللي هاجم اللجنه، وقال لك احنا يعني القضاه لسه في المهنه شغالين، ما طلعوش معاش يعني، فما ينفعش نقبل الاساءات ديت، وقدموا مذكره وما اتحققش فيه. يا جماعه بلاش تدليس. قول لي رايك في الكومنتات تحت، وانا برد الحمد لله، برد على الناس كلها تقريبا. فقول لي رايك في الكومنتات تحت. بس يا كابتن محمد بلاش تدليس، مش عشان تطلع مع مدحت شلبي او تطلع تتكلم تدلس.
ده اول حاجه في حته سبب تاخير العقوبه. ما فيش لاعب فعلا، انا يعني اقول لك احنا ساعتها كنا بنجتمع 15 كل 15 يوم او كل اسبوع وبنطلع القرارات. ده احسن حاجه، هو ده الصح. انت ما عملتش مثلا، ما جبتش الديب من ديل ولا الديل، ما عملتش ما اخترعش الذره، يعني هو ده المفروض اصلا. اللي بيحصل معانا هو الاستثناء. هم كانوا هيجتمعوا بس مرتضى منصور الله يصلح حاله شتمهم ومشاهم، واتحاد الكوره مش قادر يحافظ على اللعبه بتاعته. آه، ده كان حته ليه العقوبه اتاخرت من يناير لحد شهر مايو. تاني حاجه عايز اتكلم فيها برضو قالها كابتن محمد فضل، اللي هو اعتذار او انسحاب نادي الزمالك من مواجهه الاهلي في السوبر اللي في الامارات. ده حاجه صحيحه؟ لا، هو مش حاجه صحيحه. بص، عشان برضو هنا في لبس، ناس تقول لك ده الاهلي كان هينسحب. الاهلي كان هينسحب، يعني اقول لك ايه، دلوقتي الاهلي بيحافظ على اللاعب بتاعه، اللي هو في انا ماشي في السكه القانونيه بتاعتي، حلو، واللي بيحصل غير. هو كهربا ماشي معاه في السكه القانونيه، يمشي في السكه القانونيه لحد ما يوصل في الاخر خالص السكه اللي هو خلاص لا ده كهربا هيتوقف. زي مثلا القضيه الدوليه بتاعته، لا بتاعت ال 80 مليون اللي هيروح للزمالك. هو ايه اللي عمل؟ هما اللي هو والاهلي مشوا في نفس السكه القانونيه لحد ما يقف في اخر الجدار قال لك خلاص هو هيدفع، فخلاص دفع. انما الزمالك، مرتضى منصور بعضمه لسانه اللي طلع قال، حلو، لجنه الاستئناف تنعقد بس وتدرس القضيه ويطلعوا القرار ببراءه كهرباء مثلا، وانا هديله جائزه نوبل في الادب. قال كده ولا ما قالش؟ قال. ففي ايه تقول كده وخلاص هو اجتمعت وتطلع القرار وجميل، وفي ايه تقول انا هنسحب؟ هو انت انسحابك هنا، انت سجل موقف او سجل اعتراضك وروح العب واكسب الاهلي في الملعب، يبقى انت خدت الاثنين بونت. بونت انك كسبت وخدت الفلوس وكسبت السوبر وخدت بطوله وغيره، وبونت انك كهربا ده اصلا يعني حته ورقه كده ما تاثرش في قرارات نادي الزمالك. بس ان فريق او نادي ينسحب او يعتذر علشان خاطر لاعب جديد، هم بيحاولوا يجملوها بالاعلام بتاعهم بكله. بيحاولوا يجملوا، هم كانوا فاكرين برضو ان بيراميدز مش هيرضى يشارك، فيبقى يمشوا النغمتين مع بعض. فرقتين قويين ولهم صوت اعلامي كويس هيمشوا مع بعض، يقول لك ايه ده الاهلي والزمالك وبيراميدز انسحبوا من مواجهه الاهلي، الاهلي اللي واللي كان يمشوا في النغمه دي. بس بيراميدز لعب اللعبه الصح، قال لك ايه، انا لسه خارج دلوقتي من الكونفدراليه من دور الثمانيه، فعايز بطوله انزل العب فيها، لا لا عشان ربنا يكرم ناخد البطوله. يبقى بدل ما الملك النادي يمشيني، يمشي اللجنه التنفيذيه، لا ده انا ممكن ايه البطوله دي طيب بخاطر فكمل. هو لعبها كده ونجح فيها الصراحه. قال لك ده احنا كنا عايشين في عزل اليوم ونص، من بعد الماتش خسرنا ما كناش نعرف اي حاجه. يا جدع يا جدع، ده الاخبار اللي طالعه من جوه اتحاد الكوره ان اتحاد الكوره اصلا مظبط مع بيراميدز ومتفقين ان هم مش هيطلعوا خبر ان هم هيلعبوا الماتش. كل الاخبار اللي تطلع ان هم مش هيلعبهم علشان خاطر يخلوا الزمالك ينسحب، اعتذر يا عم. وما فيش اي، ومرتضى منصور كان متوقع ان في ناس هتتكلموا وتقول له معلش العب يا ست مستشار، ما حدش كلمه. فالانسحاب ده حاجه شاذه عن الطبيعي. طبيعي انك تلعب كوره. الانسحاب ده يعني انا مثلا في بطوله افريقيا هنا افريقيا اما تلعب في الوداد، احنا كلنا قلنا ينسحب لان ده كارثه، وده عكس القوانين والقواعد. حلو إيه؟ لا قال لك الاهلي قال لك ايه، لا احنا هنسجل اعتراضنا ونقدم شكوتنا للكاف وغيره وغيره بس نلعب الماتش وممكن نكسب، ولا قدر الله خسرنا ما خدناش ال 11. حصل، انت كنت المفروض تعمل كده، تسجل اعتراضك وتمشي في السكه بتاعتك وتقف كهربا بقى. ولا كان حاجه، كهربا لو الزمالك قصدي او سوري لو الزمالك عارف انه على الحق من ايقاف كهربا وكهربا المفروض ما يلعبش الماتش، حلو، كان ممكن يروح يلعب الماتش وبعد كده يمشي بقى في السكك القانونيه بتاعته. الزمالك يمشي في السكك القانونيه ويثبت مشاركه كهربا غلط، فوقت ساعتها هو اللي ياخد بطوله السوبر. واعتقد ان مرتضى مش يعني بالنسبه اللي هو واثق سهل بالنسبه له يعمل الخطه ده او المخطط ده كله. بس هو انا اعتقد بقى ان الانسحاب فني، لان الزمالك حاليا هو بدا يفوق الفتره الاخيره، بس حاليا مقارنه بالاهلي قليل، مقارنه ببيراميدز مستوى الفني قليل. فهو اعتقد انه خاف يلعب المباراه مع النادي الاهلي، فعشان كده جابها في حته المبادئ والمحافظ على كرامه النادي وغيره وغيره. وكرامه النادي مين؟ لاعب مين اللي هيبوظ كرامه النادي؟ لا مؤاخذه يعني. وطبعا الشله خالد الغندور وميدو وعمرو الدرديري والناس اللي قاعده يقول لك ايه، اللي هو في واحد صاحبي في نادي الزمالك والله في القناه يقول لك ايه، حلو السوبر اللي بين التاني الدوري وتالت الدوري. يا فندم السوبر ده بطل الكاس وبطل الدوري،
بطل الدوري خايف يلعب بطل الكاس، فاحنا بنجيب له تاني الدوري يلعب بطل الكاس. حلو. يا اخي ما كانوش اتنين دوري عرفتونا بيهم، ده احنا بطل الدوري والكاس، احنا بطل الدوري والكاس، ما كانوش دوري بطولتين دوري يعني عارفيننا بيهم. لا حول ولا قوه الا بالله. بالمناسبه لازم نقول الف الف مبروك لنادي الزمالك، فوز والله فوز صعب يعني الواحد فازوا بكاس مصر للسيدات في الكره الطائره على حساب نادي السيدات النادي الاهلي، وقبلهم كانوا فازوا بكاس مصر للرجاله على حساب رجال النادي الاهلي. بالنسبه للرجال الزمالك كسب 3-2، وبالنسبه للسيدات كسبوا 3-1. الصراحه بالنسبه للسيدات ده اللي هو كانت لعب امبارح، فروق نواتج في الاشواط صراحه كارثيه. المفروض الاهلي يعمل وقفه في الالعاب الطائره. هو الزمالك يعني مثلا هنا جوه، ليه ما نقولش مثلا يعني الاهلي الزمالك خطف لاعبات الطائره، هو احتراف بقى وخلاص، ده ما جددش انا هاخده، في ثغره في العقد بتاعك انا هاخد احتراف. هو الزمالك نجح ان هو يجيب لعيبه السيدات او بنات النادي الاهلي، ونجح في كده وخد بهم بطولات وسابوه احتراف، ما فيش فيها ولا كلمه. وكذلك الرجاله الزمالك دعم فرقته بشكل كويس ومدير فني كويس وقدر يفوز على النادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي يستفيق، والف مبروك للنادي الاهلي. عشان بس الناس اللي بتقول انت مش محايد او غيره، لا والله اللي هنا كسبهم. الواحد بيحاول يعني ينحي انتمائه وحبه للفريق بتاعه على جنب، ويحاول يتكلم بصوت العقل والمنطق شويه. والف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لنادي الزمالك في الفوز في السيدات والرجال الكره الطائره. صراحه يعني الاهلي الاهلي بعد ما كان على العرش كره الطائره حاليا نزل، والزمالك بدا ينطح معاه زي ما حصل بالظبط في كره اليد. بعد ما الزمالك كان على عرش كره اليد، الاهلي بدا يناطح معاه وبداوا يبقوا ند الند. فكل التوفيق لنادي الزمالك، والف مبروك نادي الزمالك، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في ماتش بيراميدز الجاي، ونحقق بطوله سوبر هتبقى مهمه جدا وهتدي اللعيبه دفعه معنويه قبل ماتش الترجي باذن الله. نتقابل في حلقه جديده مع احمد ايهاب، واوعى تنسى اللايك والشير والاشتراك في القناه. السلام عليكم.